مرحبا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تشوفوا اليوم جيتكم بدبارة جديدة باش نعملوا فلفل محشي بنين على الآخر. تنجموا تقدموه وحده يعني، وإلا في صلصة تعملوا له صلصة وتدخلوه شوية للفرن وتقدموه. بالنسبة لي أنا قدمته كيف ما هو. ما تنسونيش أصدقائي في اللايك، خاطر اللايكات ياسر طايحين. حطوا لي لايك على الفيديو، أكيد التعليق المزيان متاعكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة إذا كان مازلتم مكونش مشتركين. لهنا قليت شوية بصل في الزيت وباش نزيدو اللحم مفروم، لحم بقري، يجي حتى بسكالوب يجي بنين على الاخر، سكالوب مفروم بالطبيعة. لهنا بعد ما قليت شوية اللحم باش نفوحو، باش نزيدو شوية تابل وكروية، مقدار مغرفة صغيرة ومغرفة صغيرة كركم، مغرفة صغيرة فلفل أحمر. أنا اللحم تقريبا 300 400 جرام هكاك استعملت، ومغرفة صغيرة ملح باش نخلطه بالباهي بالباهي، ونخلي اللحم حتى لين يطيب، وبعد نزيدو شوية معدنوس. باهي لهنا بعد ما طاب اللحم زدت المعدنوس، ندبلو معاه معناتها شوية دقيقتين هكاكا ونقص عليه. لهنا بعد ما طاب اللحم ودبلت معاه المعدنوس، باش نخليه على جنب حتى لين يبرد. وتوا غسلت الفلفل متاعي باش نحيلو الراس متاعو والزريعة اللي في وسطه. كما قلت لكم تنجموا تعملوا له صلصة وتحطوه يعني شوية في الفرن، ترشوا عليه شوية جبن، زادا يجي بنين بنين على الاخر. وحتى من غير زادا تقدموه يعني بعد ما نقليو الفلفل في الزيت نقدموه وحده زادا بنين على الاخر. لهنا بعد ما كملت فرغت الفلفل باش نزيد شوية جبن مرحي للحم وبيضة باش نلمو بعضنا. كما شفتوا وصفة سهلة على الاخر وما تشدش وقت. نحاول كل مرة نهبط لكم نشارككم معناها شنو حضرت في الفطور، وان شاء الله يا ربي تشجعوني بلايك واشتراك. لهنا باش نبدا نحشي قرينات الفلفل متاعي وبعد نقليهم في الزيت. زدتهم بيضة، تنجموا تستحقوا اذا كان الكمية برشا نتاع اللحم تنجموا تستحقوا اكثر بيض. بالنسبة لي انا عظمة واحدة كفات. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم لهنا بعد ما كملت عمرت قرينات الفلفل باش نسكرهم بالفرينة كما شفتوا بالطريقة هذيك، باش من بعد الحشو ما يخرج ليش وقت اللي نقليه في الزيت الحشو ما يخرجش. ولهنا باش نطيبوا وهما واقفين بالطريقة هذيك، ومن بعد نقلبهم ونطيبهم من الجهات الكل. كل مرة نقلبهم على جهة باش يطيب بالباهي.
وتوا الفلفل المحشي متاعي حضر. إن شاء الله عجبتكم وصفة اليوم، وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو قادمة بإذن الله. توا نخليكم في أمان الله وحفظه، وبسلامة.